عايزين دلوقتي تعرفوا الفيو بيبقى كام بالدولار. لو جمعتي يعني 100,000 مشاهدة هيجيلك. عاملين ايه معاكم بسنت؟ اول حاجة انا عايزة اوضح لكم ازاي هنحقق ربح وازاي القناة بتاعتنا واحدة واحدة تكبر. انا عندي قناة تانية غير القناة دي بس حاطة فيها الفيديو ده عشان تستفادوا برضو. اول حاجة في كذا خطوة انك تحققي بيها الربح، وعايزة والناس اللي عايزة تعرف سعر المشاهدة بكام، بيتحسب لي كام. اول حاجة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولو مشتركوش في القناة الجديدة بتاعتي اشتركوا فيها. اول حاجة لازم يكون عندنا 1000 مشترك. تمام. الناس اللي بتعمل بتشتري مشتركين اليوتيوب لما تعملي ان هو يراجع الصفحة بتاعتك عشان تفتحي الربح هيرفضوها لك. في كذا حاجة عشان تتجنبي ان هو ما يرفضوها لكيش انا هقولك عليها. اول حاجة لازم المحتوى بتاعك يكون 100% بتاعك، ما تكونيش جايبة من صفحة تانية او من مقطع تاني. اليوتيوب بيعرف عشان اللي بيراجع الصفحة بتاعتك شخص حقيقي مش كمبيوتر ولا روبوت زي ما انتوا فهو فاكرين. لازم تحققي 1000 مشترك، 4000 مشاهدة. الفيو طبعا اول حاجه دلوقتي هنقول الفيو بيتحسب كام بالدولار. الفيو اول حاجه عايزين نقولها ان الفيو المصري غير الفيو السعودي. ازاي؟ انت دلوقتي نزلت فيديو، انا واحده مصريه شفته، بيتحسب لك ايه؟ مثلا سي رقم معين، حد تاني من السعوديه شافه بتحسب اضعاف يعني 100,000 مشاهده هيجيلك يعني من 10 دولار ل 20 دولار. ولو طبعا عندك فيو سعودي، يعني لو حد مش مصري اتفرج عليكي ممكن تقفلي يعني مثلا سي لو جالك 100,000 مشاهد مش مصري هيجيلك مثلا 40 دولار 50 دولار. الربح من اليوتيوب الاعلانات اللي جوه اللي بتبقى قبل الفيديو وبعد الفيديو، هي دي اللي بتجيب لكم. وتالت حاجة عندنا ممكن يجيلكوا ربح عن طريق البث المباشر. ايه البث المباشر؟ انا دلوقتي عندي القناة اللي هو اليوتيوب، زي ما بتفتحي لايف على البرامج التانية ممكن تفتحي اليوتيوب برضو عليه لايف، وانتي يعني وانتي فاتحة لايف وانا داخلة عليكي اتفرج. في اعلانات بتظهر، الاعلانات دي بتجيلك بردك منها فلوس، بتفعليها برضو فبيدخلك فلوس. زي ما بتفتحي لايف على البرامج التانية ممكن تفتحي اليوتيوب برضو عليه لايف، وانتي يعني وانتي فاتحه لايف وانا داخله عليكي اتفرج. في اعلانات بتظهر، الاعلانات دي بتجيلك بردك منها فلوس، بتفعليها برضو انا عايزه اقول لكم بقى الحاجات اللي هو بيرفضها اللي انا بردك مريت فيها. احنا لازم ولا نكرر فيديو واحنا قاعدين كده، مفيش موسيقى تكون شغاله، ما تجيبيش موسيقى وتحطيها. لما تيجي تحطي فيديو وتلاقي انه اليوتيوب بيقولك الفيديو ده ما ينفعش عشان الحقوق الملكيه، امسحيه على طول، عشان ده انذار. لو جالك ان هو حاجه صريحه ان انت انتهكتي الحقوق الملكيه 3 مرات. سعر المشاهده على كل بلد بيتغير، زي البلاد السعودية والبلاد العربية. البلاد السعودية الإمارات أيا كان أي مشاهد فيهم بيبقى أضعاف من المشاهد المصري. طبعا دي عشان البلاد الغنية بتبقى أكتر مننا في المشاهدة. وأهم حاجة في اليوتيوب يعني أهم مصدر ربح الإعلانات اللي بتتفتح لك. اليوتيوب بيحسب سي انت نزلت فيديو، انا بتفرج على الفيديو بتاعك في اعلان ظهر لي، اليوتيوب بيحسب الاعلان ده ان فلوس ليك. لو انا دوست تخطي انت بتاخد نسبه يعني من الفلوس دي، ولو ما دوستش تخطي بتاخدها كلها. عايزين تفتحوا قناه يوتيوب في الطبخ، ممكن تعملي فيديوهات طبخ الصوره بتاعتك تكون واضحه. لو ما انصحكوش تعملوا الكوره عشان الكوره دايما على طول بتترفد، عشان تبقى طبعا حقوق ملكيه. ولو انت قاعد عايز تفتح اللي هو الماتش على اليوتيوب بتاعك او لايف، القناه بتاعتك هتتقفل. وما انصحش خالص حد يعمل القناه بتاعته كوره. لو في اللي هو الاختراعات، بلاقي ناس بتعمل مثلا انا جبت دي من امازون، انا جبت دي من نون، بيجربوها، ده حلو جدا. والطبخ بردك لكم نصايح سريعه قبل ما نخلص. عايز المحتوى يكون خاص بيكي 100%، ما يكونش عشان تبقي في السيف سايد ما تكونيش تعبتي في القناه وفي الاخر ما تتقبلش.
حاولي تلعبي على الصور المصغره، تشوفي الكفر بتاعك اللي هو خاص بيكي، حاولي تطلعي بوشك برضو عشان يعني لما تطلعي بوشك بيبقى 100%. متنسوش النجاح محتاج صبر صبر صبر. لو ما خلصتوش القناه في سنه، في سنتين، 3 عادي جدا، المهم الصبر وطولة البال. ومتنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه.